نكمل. هاي الزيارة ليش عم بذكرها؟ قبل هاي الزيارة لأنه عملت نوع من أنواع والله العظيم، الشعب اللي موجود، شعبنا العربي الموجود في موسكو أعلنوني الجاسوس إليكو هين تبع موسكو، الله وكيلكم. بدون مبالغة، الحكي كان موجه. حكي لإلك، حكي لإلك بس إياك أعني واسمعي يا جارة. هل على هالمبدأ هذا، إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا المبدأ مبدأ مؤذي جدا نفسيا للإنسان. إنك تشعر نفسك بين أهلك وناسك، الناس اللي أنت تنتمي إلهم دينيا وعرقيا، آه، يعلنوك جاسوس يروح أمك والمين لإسرائيل أيامك. والموضوع مو مزح، الموضوع جد جد. آه، تفهم إنه أنت حياتك عم تبلش تختلف. نرجع لموضوعنا، آه، اللي هو علم النفس. ليش مهم؟ لأنه حسب ما انتبهت كان كتير حسن مثلا يردد تصرفات أو حكي الشخص، أقرب شخص لإلي، تعامله مثل أخي مثل صديقي، ننام سوا نقوم سوا، اصحى اشتغل روح لعنده يرجي لعندي، يعني ما عامله إلا كإنسان بسيط يتعامل معي بكل بساطة بهالمبدأ. إلى لحظة من اللحظات تكتشف إنه صاحبك يا حبيبي جاسوس عليك. المهم صاحبك جاسوس عليك. المهم ف وفي بتستفهم انه في كثير من مراحل الاستفزاز هي مع عنية، كثير من مراحل الاستدراج، يعني بتفهم في كثير امور للاسف. يعني تفوت بمرحلة انه العمى شو هالاذى هذا، ليش انت عم تعمل هيك؟ شو بدك مني؟ بتصير تخاف منه. يعني هذا الانسان اللي بفكر حالك بتعرفه، بتصير بتخاف منه. الفكرة انه المخابرات تستخدم اسلوب علم نفس، اللي هي صايرة عليها اكسبيرمنت. ستانفورد بريزن مثلا، اللي حابب يطلع عليها يطلع. اللي هي بتجيب جابوا اشخاص ما لهم مساجين، اشخاص قالوا لهم احنا راح نعمل تجربة، انه في اشخاص منكم راح يدفعوا لهم فلوس منيحة، يكونوا يلعبوا دور السجان، والاشخاص راح يلعبوا دور المسجونين، وراح نطبق تقريبا نفس الظروف الحقيقية في السجون الأمريكية أو السجون البريطانية. المهم يعني الأمور البشعة، فوجدوا إنه الإنسان عنده استطاعة، هذا اللي لعبوا دور السجان، اللي هذول بيروحوا على بيتهم يناموا بيرجعوا، هذلك المسجونين أكلوا الخازوق، صاروا مثل المسجونين بالفعل. هذول السجانين وصلوا لمرحلة، اللي عم بيلعب دور السجان وصل لمرحلة أجبر المساجين يغتصبوا بعض. ليش؟ لأنه هاي من إحدى عيوب غريزة الإنسان بين بعضه. هاي من إحدى عيوب غريزة الإنسان بين بعض. إذا تركت الإنسان من دون رادع ديني، من دون رادع أخلاقي، من دون تربية، من دون كلمة خاف الله، من دون كلمة حرام، من دون كلمة عيب، تركتهم، هيك بيصير. فلما تترك إنسان يصير سجانك من غير سجن. طور الفكرة على أسلوب حديث. أنت الشخص أو الشخص المسؤول عنك هو السجان وأنت المسجون. قد يكون زميلك مرافق لك، قد يكون قاعد على كنترول المراقبة على جهاز الكاونتر من أجهزة التنصت. قد يكون أي شيء من أشياء، قد يكون أي شخص مسؤول عنك بصفة، قد تراه يعني جنبك قدم لك نفسه كأنه صديق، أو هو بالفعل صديق وتم اختراقك عن طريق صديقك، أو شخص عن طريق الكنترول قاعد معلومات عن طريق موبايلك، عن طريق اليوتيوب، عن طريق تصفحك للإنترنت، كاميرات وأجهزة تنصت في الغرفة آه، نانو تكنولوجي ما بتستطيع تراها بعينك المجردة. اللي حابب ما يصدق حكي، بإمكانك ترجع لملفات CIA بأحد الجواسيس الصينيين اللي لقطوهن، عبارة عن كابلز، يعني واحد ومرته بيشتغلوا بالCIA، أو بيشتغلوا بأحد مو بالCIA، أحد الأجهزة الأمنية اللي متعلقة بالتطوير التكنولوجي والأمور هاي. وكانوا هن فعليا جواسيس للشيوعية في الصين. فدخلوا إلى بيت، لاحظ كيف لقطوهن عن طريق يا سيدي الكريم أوراق
فتفتوها بشكل بسيط، فيها معلومات، فيها شفرة، فيها معلومات وصلتهم، كبوها بالزبالة، تخلصوا منها، راحوا الله وكيلك. هذا الفيديو في على مكب زبالة، قعدت السي بمكب زبالة أشهر تدور أو أسابيع يدوروا لحد ما وصلوا لكيس زبالة ينكب من بيت هذا الشخص. تخيل لوين عندهم استعداد يصبروا على الروائح والزبالة. وبعدين بس وصلتهم معلومة انه شكوا حوله، بعدين راحوا زرعوا كاميرا في سقف البيت، ما انتبه له وما شاف. هاي الكاميرات تزرع بطريقة خاصة وبيتم ترميم. حتى في هذا الفيديو، هذا الفيديو ما هو سكرت، اللي CIA حاطينه يعني هاي اساليب، بس يورجوك شيء على اليوتيوب على الانترنت، اعرف انه انتهت الموضة. يعني في شغلات اطور اكثر بكثير. احنا في عهد النانو تكنولوجيا، شغلات لا تراها في العين المجرد. ف غير ستانفورد بريزن في امور عن اللي هي مبدأ العقاب. يعني بيحطوا واحد على كنترول والله ما اتذكر المعلومه، كنترول الكهرباء، في واحد قاعد بالغرفه ومسكر وكهرباء. هو طبعا هذاك مو موصول على الكهرباء، ممثل، بس الشخص المهدف دراسه سلوكه هو الشخص اللي راح يعذب. فبيقولوا له عندك 10 فولت و1 فولت، وبيزيد الفولت ل 100 و120، فبلش يزيد من 1 و10 و20. والشخص الأداء هذاك بيسألوه، فبيهل عليه، إذا جاوب صح ما بيعاقبه، إذا جاوب غلط بيقول له اكبس الزر الفلاني، وبيصير هذاك الشخص يتألم، مثلا بيعمل له شوك كهرباء. فإذا عجب يعني بيصير بتوصل لمرحلة إنك أنت هذا الفولت بيعلى لدرجة إنك ممكن تقتله بالفولت. يعني كبسة الفولت 100 و 120 و 130، ضربته فولت وموصول عليه أسلاك بتقتله الشخص. فالشخص اللي هناك بس يبلش يرتفع، ببلش يطلع اصوات انه عم بيتعذب وعم بيتألم. بعض الاشخاص لا يبالي بالعذاب او الالام او الاصوات اللي تطلع تدل عن الم عم بيصير فيه تعذيب، مع انه هذا بفهموه انه هذا اكسبيرمنت. في اشخاص يتلذذ في طعم سماع عذاب الاخر، هذا موجود. شوفوا، تعلموا، اطلعوا. مرحلة اخرى مبدأ الموفي تبع 2000 تبع مسلسل ذا ماتريكس، الفيلم اللي طلع يحطم ارقام العالم. الفكرة الرئيسية فيها الفكرة الرئيسية شخص بيسموا حالي ذا وان. طبعا هو بيحوروها على معتقدات المسيحية. انا ما بدي راح ادخل بهالامور هاي نهائيا بالدين. ركز لي يا معلم على المبادئ علم النفس الاجتماعي. انا ماني دارس علم نفس نهائيا ولا بعرف فيه، بس هذا على قولة بوتين знаю это не понаслышке، يعني اعرف هذه الامور مو بالسمع، سبيتال نسبي، يعني جربوها علينا. لما تلاقي حالك واقف مثل العينتين، شو بسموه، النيو، اللي هو بالشو اسمه. في اشخاص وبيعرف من وين، بعرف قال يعني بيقنعوه يركض معاهم، اذا بدك تعيش تعال معنا واركض، يعني هالجوال. بالاخير بصير يواجه الايجنت اندرسون، او ما اعرف شو اسمه، الايجنت اللي ابو نظاره هذا. بيصير هو اي مكان بيتجه عليه بيكون ناس عاديين، بيصيروا بيفتر راسهم، بيقلب، بيدخل فيهم او بيقلب. هذا كناية عن شو يا اخي. انت اينما ذهبت كل الناس هي تحت سيطرة المخابرات. اي شخص سيتكلم معك بالكلام الذي يريده ضابط المخابرات المسيطر على المنطقة هاي. اذهب اينما ذهبت، غير البلد، غير المكان، غير الزمان، غير اي شيء، انت فرض عليك تصرفات معينة يجب ان تصبر عليها، او يجب ان تتلقى المعاملة اللي انت بنظرنا تستحقها. غير هيك انت انسان against the system، ضد السيستم. ولاحظ مثلا اللحظة اللي جابوه فيها وانت رح تشتغل معنا you want it or not، وبيجيبوه بعدين ببلش يسكروا تمه. لقطة الفيلم اللي ببلش يسكر التم فيها، وبلش يقول له انت هيك، وهي انت ملفك، وانت، وبلش يورجيهم بعبوص، وبلش يسكر تمه ويقول له what if you can't speak. ويعني هالامور هي فعليا هذا نوع من انواع الرسائل اللي هي قدرة الاجهزة الامنية في البلاد المختلفة على السيطرة على الافراد المجتمع، بطريقة انه تقنع الناس بانه هدول الاشخاص، هدول الافراد المجتمع، هدول يثقوا بالمعلومات اللي تقدمها لهم المخابرات. في كثير من الاحيان هي بالفعل مهمة، يعني انه لحماية امن البلد، ولكن في امور اللي هي يقع الانسان ظلم. هذا الظلم يسبب كوارث، مثل عنا في سوريا. هذا احد الامثلة. الظلم هذا
تتعرض له بشكل انه العالم طلعت بعشرات الالوف تشكو الظلم اللي عم بيصير، ومع ذلك اسكتوا وهمشوا، ما شخصين. فمنكمل يعني هاي من احدى المصائب. مشكلة البشر النسيان كمان، الشغل اللي مو على العين كثير تنتسى. احدى الامور الاخرى بيقول لك ارضى بالنصيب. يا اخي قضاء الله وقدره شيء وظلمك شيء ثاني. يا اخي انا راضيان بقضاء الله وقدره، لكن انت ظالم. ما الله اللي يعني في ناس، في ايات كثير يعني الناس اللي بالظلم اذن الذين ظلموا ان يعني يدفع في كثير ايات عن الظلم في القران الكريم والابتعاد عن الظالم، حتى لانه بس تتعرض للظلم راح تنكسر. تجربة السجن، تجربة الشوك، هاي إطاعة الأمر أو التعذيب والآخر يستغيث. تجربة أخرى لعملية شو بسموها القرود مثلا. واحد بتفهم إنه هذا قرد حيوان يا أخي، تعطيه إنه واحد بيعطيه عنب وبيعطيه جزء من الخيار، بيطلبوا منهم يعطوه شيء. هذا القردين جنب بعض، فأحد القرود بيصيروا يعطوه عنب أو الثاني بيعطيه عنب بدوقه. بعدين بيفهم انه هذاك عم بياخذ، بيصير هذاك بيعطي قرد اول، القرد الثاني بيعطيه عنب، القرد الاول بيكمل بيعطيه خيار، فطعم العنب اطيب. فبيصير القرد الاول هذاك يرميها ويرفضها ويعمل بروتست او يعمل تظاهر انه هو ما عاجبه، لانه هو عم بيعمل نفس العمل اللي عم بيعمله القرد الاخر، ولكن عم بيكافئ بمكافأة اقل، اللي هي قيمة العنب بالنسبة للقرود اطيب والذ وحلوة، اطيب من الخيار اللي هي تقريبا مي، حسب في بروفيسور بيوقف بيشرحها. هاي احدى الامور. في لسه امور اخرى تتعلق بقوة الانسان الشخصية. في مثلا آه معلومات عن فيلم، في فيلم اسمه مسلسل زي طالع بالتسعينات، انا ماني شايفه صراحة ولا بعرف عنه شيء، بس من الفترة الأخيرة حفزوا مخك إنك تسمعه. شوفه لعملية توجيه الإنسان للسجن والظروف اللي بتطلع فيها السجن على مبدأ ستانفورد، إنه في أشخاص بيصيروا يتخذوا الشخصية الأقوى والقوي والاغتصاب. فيبدأ إنه حتى لما تفهم إنه في عملية اغتصاب المساجين لبعض، اللي هي أحيانا تعد نوع من أنواع العقوبات المخابراتية، إدخال الإنسان للسجن بحيث إنه يتم، أنت إذا أنت كنت إنسان قوي راح تغتصب، إذا ما أنك قوي راح تغتصب. يعني هي شيء علم نفس، ما هو مزحة. يعني اللي دارس علم نفس بيعرف يحلل شخصيتك ويعرف انه احتمالية وقوعك كضحية او وقوع الاشخاص الاخرين يعني كضحية. اللهم عافنا اللهم عافنا. في امور اخرى ثانية اللي هي عملية تذنيب في تجربة نفسية، سواء من احد نصاب او احد غير هيك او سايكوباث. المهم في احدى العاملات في ماكدونالدز كانت تحت السن القانوني او بالسن القانوني، اتصل باتصال وعم بيحكي مع المديرة، بيقول لها انه انت عملوا عنها فيلم، عم بيقول لها انت بتعرفي انه الفلان الفلانية عندك سرقت، عم بيقول لها انا شفتها وكذا وهاي وانا هلا جاي وراح نعمل، وبيوهمهم بشكل كامل، عاملين عنه فيلم بالانترنت، وبيوهمهم بشكل كامل انه هو لازم يسووا معها هيك وخليها وفتشيها، وبيعروا البنت تماما. وفي احد الحراس في المطعم بيغتصب البنت وبيضربها بطريقة يعني اغتصاب تام للبنت، وعلى التليفون. على التليفون ليش؟ صفة امنية، رجل امن، احنا مبرمجين يعني رجل امن، الكلام تبعه يعني لازم شيء طبيعي تطيعه لانه فيه مصلحة. وهاي الحادثة صارت في عدة مطاعم، وعملوا مقابلة وعملوا تلفزيون فيديو فيلم عن هذا. يا أخي التحكم في الشعوب على مبدأ الكل صح وانت غلط. كمان في تجربة علم نفس لهالأمور هاي، أنا لا أذكر لا أذكر أسمائها بالإنجليزي، بس راح أكتبها بالكومنتس. موجودة عن أشخاص بفوتوا أشخاص ممثلين 4 5، بيوصفوا واحد هو المستهدف، بيرسموا أطوال، بيرسموا خطوط بشكل على اللوح قدامهم، فمجموعة خطوط جنب بعض مختلفة الأطوال. وبعدين في أحد الخطوط يشابه أحد الأطوال من المنفرد هو، ويشابه بالطول أحد الخطوط المرسومة بشكل مع المجموع. فيبدأ المجموعة البقية ال5 أو 6 أشخاص يجاوبوا أجوبة خطأ عنوة لتشتيت
الضحية هذا، هو عايش انه يوم طبيعي رايح وعارف حاله انه نوع من انواع الاكسبيرمنت. فهون هذا الشخص بيعرف حاله انه في اكسبيرمنت، بس ما بيعرف انه الاكسبيرمنت عليه هو نفسه. فهون لحتى يشوفوا انه البقايا عم بكذبوا، عم بيقولوا معلومة كذب لتشتيتك. فانت اذا انسان واثق من نفسك وواثق من شخصيتك، انت شو شايف انه هذا العمود، هذا الخط هذا يوازي هذا الخط، مع انه هذا منفرد وهذا مع المجموعة. هذا الجواب الصحيح. اذا مشيت مع المجموعة انت خطأ، اذا بقيت لوحدك انت الصح. ففي امور يا اخي لسه ابعد من هيك واعقد من هيك. انا مجرد يعني بعض الامور اللي بالصدفة او suggested موفيز شفتها على اليوتيوب طلعت عليه، بس هي عبارة عن امور تؤثر على حياة كل انسان استهدف او يتم استهدافه. الله يعافينا والله يرفع عنا الظلم ولا يجعلنا من الظالمين ولا يجعلنا من زمرتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.